فإذا أبصرت قلبا خليا من الهوى، فإذا أبصرت قلبا خليا من الهوى تقول. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا اخر صيحات ديال الصابلي. اختاريت نديرو مسوس بالنسبه للناس ديال صحاب السكر ولا حتى هكا لينا باش نقصوا شويه السكر. بالنسبه اللي بغى يدير صابلي حلو في لاباز يدير صابلي حلو، ومن الفوق غادي نزوقوه بالزرارع. هذا واحد الصابلي اللي كيجي واعر في المذاق. ديجا الزريعه كتكون بنينه هكا ملي كنزيدوها في الخبز ولا في شي حاجه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 150 غرام ديال الزبده. غادي نصاوب معكم لاباط غادي تكون مالحه، تقدروا تعتمدوها حتى هكا كبسكوي للوليدات الصغار باش ما ديروا لهمش السكر. غادي نحتاج كما قلت لكم 150 غرام ديال الزبده. درت انا غير مارغارين هكا في لي صابلي هكا مالحين، ولا في داك المملحات اللي كنت ديجا وجدت معكم دوك القريشلات. غادي نحتاج واحد جوج ثلاثه د الفرماجات، مهم على حسب ذوقكم. بغيت انا داك الصابلي يجي هكا بنين حيت كنعطيه حتى لوليداتي. غادي نحتاج بيضه كامله، وغادي نحتاج صفر بيضه. دونك عندنا في المجموع جوج بيضات، بيضه كامله والبيضه الاخرى الصفر غادي نديروه في لاباط، والابيض ديال البيض غادي ندهنو به من الفوق. بالنسبه للزيت غادي كيبقى هكا اختياري. انا زدت شويه ديال الزيت، تقريبا واحد نص كاس ما عامرش، ما كاملش نص كاس، فايت ربع كاس واحد شويه. غادي نخدم ديك الزبده والفرماج والزيت، غادي نخدمهم واحد شويه بيدي. عاد غادي نبدا نزيد الطحين. بالنسبه للمكونات الاخرين صافي بقى لي غير الطحين. غادي نحتاج واحد 300 غرام هكاك، انا عبرت 350 غرام وشاط منها واحد شويه غادي تشوفوا. غادي نحتاج ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وغادي نحتاج واحد القبيصه ديال الملحه. هذاك هو اللي شاط لي اللي كتشوفوا في البول. صافي انا غادي هنايا نجمع العجينه، ماشي نعجنها، غير نجمعها، وديك الساعه نخليها ترتاح واحد نص ساعه هكا، وتشد راسها مع دابا الصهد في الثلاجه. ديك الساعه عاد نجبدها ونورقها. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنا الزرارع اللي بغيتو. انا اختاريت زريعه الكتان، اختاريت الجلجلان العادي البيض، اختاريت الجلجلان الوان. المهم هادو كاع كيتباعوا عند مالين الحلويات. بيان سور ماشي كلشي، حيت كاين اللي عنده لو شوا كيبيع داكشي. وكنحتاج هنايا الزريعه البيضه ولا الزريعه ديال القرعه، كلشي مقشر. وغادي نحتاج حتى الزريعه ديال نوار الشمس، غير دابا نسيت ما حطيتهاش حتى التالي عاد تفكرتها. وعلى حسب النويعات اللي غادي ديروا كنبدلوا الاشكال باش كل شكل كيجي فيه نوع ديال الزريعه. بالنسبه كما قلت لكم للناس اللي كيبيعوا حوايج الحلويات، راه كاين اللي عنده لو شوا، عنده داكشي اللي تلقاو اللي بغيتو تلقاوه عنده. بحال ديك النكهه ديال الفيمي بزاف اللي سولوني عليها، سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب. سولوني عليها. هذيك كتباع عند الناس اللي كيبيعوا حوايج الحلويات، لا كريم فريش وداك الشيء كتتباع عنده. قلت له نعطيني غير النكهه ديال الفيمي، غادي يعطيها لك. راها فريمون واحد المذاق واعر، كتستعملوه في لي مارينات ديال الدجاج، ديال اللحم، ديال هكا البطاطا في الفران كتجي فيمي، ديروها في شي صوص مع لا صوص مايونيز حتى هي كتجي زوينه. صافي هنايا بالنسبه لاباط كنورقوها وكنبداو نرشمو بالمرشم اللي بغيتو. كتبدلوا كما قلت لكم الاشكال، بحال المدور كديروه لزريعه د القرعه، المستطيل كديروه لزريعه نوار الشمس، وهكا نتوما غاديين باش كتشكلوا واحد البلاطو. بغيتوا العجينه تقسموها وتنسموها كما ديجا درت معكم تقدروا. انا ما بغيتش ندير الخدمه بزاف، حيت ديجا درت الفقيقسات اللي كيكونوا مالحين وما زعما هذا حار، هذا بالجبن بالجبن مشى بالي مع الجبن بالفرماج. داكشي علاش ما زعما ما قلت بلا ما نخلط هكا المذاقات. بغيتو ديروا لاباط صابلي بحال اللي وجدت معكم العجينه الصابلي العاديه اللي كتكون حلوه، تنسموها بكراميل ولا بالكاكا ولا المهم داكشي كيبقى على حسب اختياركم. انا عطيتكم دابا بزاف لو شوا باش تنوعوا الصابلي. انا غادي نكمل بهذا الشكل. غادي بغيتو من تورقوا العجينه تدخلوها للثلاجه تشد راسها باش تجيكم سهله، حيت دابا عرفتوا الصهد البوطه كانت عندي شاعله والفران سخون،
راه لاباط ما زعما كتكون صعيبه شويه، غير هو ما كانش عندي الوقت باش عاد ندخل للثلاجه ونبقى نستناها. اللهم كنخدم هكا شكيلات وكنقصهم عليا. صافي انا غادي نكمل بهذه الطريقه. هنا كنوريكم الشكيلات اللي شكيلات هكا اللي كندير. المهم درت غير حبيبه حبيبه من الشكل حتى من بعد، وعاد غادي نكمل داكشي اللي بقى لي في لاباط. لك زعما الشكلات اللي بقى لي في العجينه اللي بقات هنا كيما شفتوا لا كونتيتي راني كنديرها حداكم باش كتعرفوا شحال كيخرج. المهم داكشي اللي شفتوا في البلاطو، وباقي واحد شويه من ديك الزريعه ديال نوار الشمس تالتالي، وغادي تشوفوا الشكل الساهل اللي غادي نديرو معكم باش كتعرفوا زعما الواحد كيعرف هكا واش يذوب المقادير، واش يدير نص عبار، واش يدير نفس العبار. المهم هاد الشيء شويه كيشد الوقت صراحه. عندك هادو عندك فقيقسات حيت كيبغيو يكونوا غير هكا صغار، غير مملحات ولا مقرمشات هكا كتدي تخلطوا بهم، هما كيشدوا الوقت في الخدمه وما كيخرجوش واحد لا كونتيتي كبيره. ولكن مره ما فيها باس، هذه مناسبه باش نديروهم. بعض المرات كنلقاو غير السبه باش نديرو ديك الحاجه، حيت ماشي ضروري خصنا نحطوها مثلا هاد القريشلات ولا المملحات ماشي ضروري خصنا نحطوهم في عاشوره، ولكن بحال اللي كتلقاو مناسبه كنتشجعوا نديروهم. باغ كونطخ في الايام العاديه نقدروا ما نساليوش، نقدروا ماشي ما نساليوش، هما دابا درنا لهم وقتهم، ولكن كنتشجعوا نديروهم. هنا كملت الاشكال ديالي كما شفتوا، درت سطر تقريبا من الحاجه. غادي نفوتو، غادي نجيبو بياض البيض. خليتو هكاك بياض البيض، بغيتو تزيدوا معاه شي حاجه زيدوا. ما بغيتش ندير صفر، ماشي غير حيت شاطلي من البيضه، ولكن ما بغيتش انا اللون، بغيت بياض البيض غير باش يلصق لي دوك الزرارع. هذا هو لاش يصلح بياض البيض. بغيتو تجيبوا بياض البيض الا كنتو غادي ديروا نوع واحد د الزرارع، تجيبوه وتخلطوا فيه دوك الزرارع لداخل وتهزوا الزرارع هكا بيدكم وتبقاو تحطوهم الفوق، كيجيو هكا شويه عامرين تقدروا. المهم انا ما درتش هكاك حيت عندي الزرارع بزاف. بغيتو تخلطوهم حتى واحد النهار درتهم حتى مخلطين، كيجيو زوينين مخلطين. كتخلطوا كاع الانواع، كتجي هكا الحبيبه فيها الوان وفيها انواع واشكال. هذا حيت دابا مناسبه اللي درت معكم كل شكل بوحدو. في الايام العاديه نقدر ندير شكل واحد بزرارع مخلطين، نبدل الاشكال ديال المرسم، ولكن الزرارع يكونوا مخلطين. كديروهم في بياض البيض كيجيوكم ساهلين، وكتهزوا. علاش قلت لكم ديروهم في بياض البيض؟ دابا بحال اللي زدت من الفوق شويه ديال بياض البيض باش يزيد يلصقهم لي ويثبتوا ما يطيحوش. ملي كتخلطوهم فيه كيكونوا كلشي قيسهم بياض البيض، حتى الا جات وحده فوق وحده مع بعضياتهم كتلصق معاها. صافي انا غادي نكمل بهذا الشكل. غادي ندهنهم من الفوق. دهنت غير هاد الزريعه الكبيره، اما الجلجلان هذا كيبقى يلصق في البانسو ما دهنتوش. صافي غادي نكمل بهذا الشكل. غادي نمشيو للنوع الثاني واللي هو المثلثات. غادي ندير فيه الجلجلان. تقدروا ديروا اللوز افيلي، كاوكاو افيلي، ولا الكونكاسي، المهم بنفس الطريقه. يعني كاين لو شوا، خص غير الواحد يتشجع ويدير هذا الشيء. هنايا كما شفتوا كنحطوا واحد شويه بالنسبه للمبتدئات، كنحط واحد الكميه مهمه في الوسط ديال سميتو، عاد كنبقى في الوسط ديال الشكل، عاد كنبقى نفرقوا هكا بصبعي. الا درتو بياض البيض من الفوق غادي يلصق لكم شويه في البانسو، ولكن جلجلان رقيق في الساع كيلصق. صافي درت هذا النوع بزريعه الكتان، درت هذا بجلجلان الوان، درت شويه بالسانوج نسيت ما قلتلكمش في الاول. عندك هو وزريعه ديال نوار الشمس. غادي ندخلهم الفران يطيبوا. بالنسبه للطياب كيبقى على حسب لو شوا ديالهم، بغيتوهم مقرملين راه كتخليوهم شويه في البوطه في الفران، بغيتوهم هكا عاديين مهشاش ما كطيبوهمش بزاف، كتخليوهم عادي بحال الصابلي. هنا بالنسبه للعجينه اللي شاطت باش ما نبقاش غير كنخدم بها وتخسر لي، شفتوا لا الصابلي كيضيع ملي كتبقاو غير تخدموه. جبتها ورقتها، دهنتها كلها بياض البيض، رشيت الزريعه ديال نوار الشمس، هذه زريعه الكحله، وبقيت كندير مربعات ولا مستطيلات ولا الشكل. المهم غالبا غادي ديروا مربع ولا مستطيل بالجراره. دوك الجناب اللي شاطو كلشي هذا كلشي كيتكال حيت كيكون فريمون كيجيو زوينين. الدراري الصغار كيعجبهم، بنتي كتموت عليهم هادو، كتسناني غير نصور باش نوض تختار وتاكل. وكيجيو شكالات بحال هكا.
كنتمنى ان شاء الله تجربوهم، حيت فريمون والله الا كيجيو واعرين وصحيين. ماشي 100%، كاينه الملحه كاين الطحين، باش نهضروا على الصحي شي حاجه صحيه 100% ما يكونش الزبده ما تكونش الطحين، ولكن كناكلوا هكا شي حاجه صحيه. وهذه مناسبه. كنقول لكم البنات شكرا على تتبعكم، شكرا على تفاعلكم معايا. سنه سعيده وعواشر مبروكه، والله يعطيكم ما تمناو كلكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات ووصفات جايين.